هلا وهلا ويا حلوين. أول شي حابة أبدي هذا الفيديو بأنه أرحب كل المتابعين الجدد، والله نورتوني وأتمنى تستمتعون وياي وبيومياتي، وأكيد تحية جدا خاصة لكل متابعين القديمين. أني اسمي زهرة، عراقية بس عايشة طول حياتي بالسويد، يعني مو كلها طلعت من العراق عمري 2 سنين، وأول ذكريات إلي من الروضة بالسويد. عايشة بالعاصمة ستوكهولم ويا أطفالي 3. أني أشتغل مدرسة بس هوايتي هي الطبخ، وإذا تسألوني من شو وقت بلشت عندك هاي الهواية فوالله ما أذكر. اللي أعرفه هو إنه أني من يومي أعشق شي اسمه طبخ. يعني تخيلوا من كنت أني طفلة صغيرة كنت أتخيل روحي أني مذيعة قدام جمهور، وكنت أتخيل روحي أني برنامج طبخ وأقعد أشرح شلون واحد يسوي سلطة الفاكهة. يعني مثلا أقول بأني ذاك صوتي الطفولي نجيب التفاحة ونقشرها ونقطعها، وكنت كل ما أكبر تكبر عندي هاي الهواية. أني كلش قديمة بالسوشيال ميديا، قبل لا أصلا يطلع الإنستغرام كان عندي صفحة بالفيسبوك كنت أنشر بها وصفات جدا بسيطة، أكثر شي لزملائي بالجامعة، لأن كنت كل ما أجيب طبخة وياي يقولوا لي حبابها شلون سويتيها، شكلها وطعمها خرافي، وأقعد أني أشرح لكل أحد يجي يسألني. آخر شي قلت هاي الشغلة مصرف لأن متعبة، فقررت أفتح جروب بس لزملائي بالجامعة، وحبيت الشغلة كلش وصرت أستمتع بيها، بس بسبب الدراسة والأطفال تركت هذا الشي. وقبل كم سنة رجعت إله بس على الإنستغرام، سويت حساب خاص بس بالأكل، كان المحتوى مالته سويدي بعدين صار سويدي وعربي، بس كان موضوع إنه أكتب كل شي وأحكي كل شي باللغتين كلش يتعبني، فقررت آخر شي أحول محتوايا بس عربي، فتحت هذا الحساب. المهم أني أشتغل مدرسة، أشتغل يعني 5 أيام بالأسبوع، وكل يوم أخذ أكل وياي للشغل، ولهذا تشوفون دائما بيتي بطبخ. صح إنه بالمدرسة يقدمون أكل بس أني آكل بس أكل ذبح حلال، يعني لا أقدر آكل لحم ولا أقدر آكل دجاج بالشغل، وهم المبلغ اللي خصمه من راتبنا مو قليل، فلهذا أني آخذ أكل وياي من البيت، هم أطيب وهم أرخص وهم لأن أني أتمرن فأحتاج آكل بروتين، وأبد ما مستصعبة هذا الشي صراحة، لأن أني هيك أحب الطبخ ودائما أني أطبخ. صح إنه أني أحب كل شي يتعلق بالأكل إلا شغلة واحدة واللي هي المسواق. أني أكره شي بالدنيا اسمه مسواق، إن كان مسواق أكل أو إن كان شوبينج، كلش ما أحب الفرفرة بالمحلات. أحجز كل ملابسي ومستلزماتي عن طريق النت، وما أفرفر بالمحلات إلا للضرورة الشديدة، يعني إلا إذا أكون مجبورة. يعني انطوني طبخ، انطوني تزيين الأكل، انطوني تصوير الأكل، أقولكم على عيني وراسي، بس لا تقولولي طلعت سوقي. بس بما أنه أنا عايشة وحدي ويا أطفالي فواقع المسواق كله على راسي. أدري إنه واحد يقدر يسوق عن طريق النت بس الصراحة ولا مرة مجربة، وهسه قولولي أنتوا تحبون الطبخ مثلي لا وبس.